السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في يوميات ومدى وكنز. يا ريت اول مرة حد بيشوفني ما ينساش يشترك في القناة وتفعيل الجرس يوصلكوا كل جديد. احنا بنعمله احلى اخوات في الدنيا واحلى عيلة واحلى متابعين. بالله عليكم عاوزة مشاهدة كاملة وتفاعل مع الفيديو واللايك الجميل والكومنت الحلو. كل يفتح الفيديو يا جماعة دوس على اللايك اهم حاجة والمشاهدة. تمام حبايب قلبي؟ طبعا انتوا عارفين احنا داخلين طبعا على العيد، وكل سنة وانتوا طيبين يا احلى اخوات في الدنيا. فبمناسبة العيد لازم طبعا كل واحده فينا تهتم ببشرتها وتهتم بوشها. انا عامله طبعا فيديو مختلف، مش عاوزه اطول عليكم. الفيديو المختلف ده عباره عن ايه؟ ماسك يا حبايب قلبي. طبعا روقي نفسك وطبعا على دخله العيد واهتمي ببشرتك. فانا يا حبايب قلبي عامله لكم نوع ماسك جميل جدا جدا جدا. جايبه لكم ماسك والله العظيم كلكم هتدعوا لي عليه. في ناس كتير بتقول يا مدام انت بتحطي في ايه في وشك؟ والله العظيم يا جماعه قسما بالله ما بحط حاجه في وشي. هو ده اللي انا بعمله. اول مره اقول السر ده لحد. حبايب قلبي الماسك ده تحفة جدا جدا جدا، جربيه مش هتندمي، بالعكس انتوا هتدولي عليه. وهعمل لكم حاجات تانية جميلة جدا يا احلى اخوات في الدنيا. فماسك بسيط وسهل، بس انا عاوزة طبعا مع الفيديو، مش عاوزة الكومنت الحلو لايك الجميل اهم حاجة. تمام يلا بقى عشان اقول لكم بقى ايه الماسك الجميل اللي دايما هيخلي وشك ملعلع ومنور وبيلمع في وسط حبايبك وصحابك. الماسك ده يا حبايب عبارة عن ايه؟ حاجات كلها موجودة في البيت، مش هخليكي تجيبي حاجة من بره، بس هتلاقي بشرتك بتلمع وهتبقى زي الفل. وكلها مكونات من البيت، مش هتجيبي اي حاجة من بره خالص. طبعا يا زي ما انتم ما شايفين البشره بتلمع والوش بيلمع. طبعا وش قبل ما اعمل الماسك يا اخواتي، وطبعا انتوا شفتوا وش قدامكم، وهتشوفوه بعد ما يخلص الماسك. وانا بعد ما اغسله هتشوفوا الفرق ما بين وش دلوقتي ووش بعد ما يتغسل. طبعا انا بقالي كام يوم ما عملتهوش، فانا قلت ايه استنى اعمله معاكم. بصوا يا حبايب قلبي المكونات عباره عن ايه. ده عصير طماطم. دي بصوا يا حبايبي طماطمايه انا فرمتها بالمبشره وصفيتها زي ما انتم ما شايفين، مش عاوزه فيها اي تفل. ده عصير طماطم يا اخوة زي ما انتم ما شايفين. حاجات كلها موجوده في البيت. ده لبن يا اخوتي، اللبن ده لو عوزت هحط منه، مش عاوزاه خلاص. تمام. معايا خميره بيره زي ما انتم ما شايفين. معايا بن يا حبايب قلبي او قهوه زراعه الذوبان. ومعايا دقيق اهو يا احلى اخوات في الدنيا. ومعايا ايه تاني؟ معايا ده يا حبايبي معلش نشا. ده نشا يا اخوتي، ده نشا. ومعايا ليمونه هقوم اجيبها واجي ثواني. دي ليمونه يا اخواتي. يبقى معانا ايه؟ معانا نشا ومعانا ليمون وطماطم ولبن وقهوه وخميره بيره. تمام. اول حاجه هعملها ايه؟ هاخد بقى البطل بتاعنا النشا. هاخد معلقتين نشا هحطهم على عصير الطماطم. تمام. ولو عوزت تاني هكمل. خليكم ما يمشي بس بالتكات والحركات بتاعت ام دهب وكنزو، بس انتوا مش هتندموا. امشوا بس بالحركات بتاعه الموضوع وكنز زي ما انا ما قلت لكم. معايا ايه تاني؟ عصره ليمونه بتاع 5 6 نقط كده، ما تكتروش عشان لو البشره بتاعتكم حساسه. لو البشره مش حساسه حطوا. تمام. معايا ايه تاني؟ معايا القهوه زي ما انتم ما شايفين. ده كيس صغير يا اخواتي، حطوا كله. هو الكيس يعني في مقام معلقه. تمام. انا فضيه طبعا كله زي ما انتم ما شايفين لان هو كيس صغير. تمام. عايزه اقول لكم البني ده بيخلي البشره جميله جدا جدا جدا. وهاخد معلقه خميره بيره زي ما انتم ما شايفين. ده من اسرار ام دهب وكنزي يا اخواتي. السر ده اول مره اطلعه لحد. عاوزه اقول لكم كل اللي يشوف بشركم هيقول لكم حاطين ايه في وشكم. هقلب كل الكلام الجميل زي ما انتم ما شايفين يا احلى اخوات في الدنيا واحلى متابعين. قلبي بس جامد كويس جدا جدا جدا. قلبي الخليط بصي يعني عاوزه تقلبي بضمير، يعني قلبي كده عشان تاخدي نتيجه جميله زي ما انتم ما شايفين. هزود حبه نشا، لقيتها محتاجه نشا زودي انا عاوزاها. ما تكونش ميه عشان تقدري تحطيها على وشك ايه وتقدري ايه تتحكمي فيها. هاخد بس نقطه لبن صغيره هي زي ما انتم ما شايفين، واقلب كل الكلام الجميل دوت اهو قدامكم. طبعا انتوا طبعا شايفين بشرتي قدامكم دلوقتي عامله ازاي، وهشوف بعد ما احط الماسك ايه الفرق. والله العظيم جميل جدا 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 جدا. الماسك ده اللي هيفيد منك ما ترموهوش، اوعي ترميه. حطيه في التلاجة وبعديها ب3 ايام او 4 ايام حطيه. اهو مش شايفين منظر الخليط عامل ازاي؟ اعملي تيست على ايديكي بقى وجربي. اهو اعملي تيست على ايديكي، لقيتيه ماسك في ايدك خلاص.
كملي وحطي على وشك زي ما انتم ما شايفين يا احلى اخوات في الدنيا. طبعا هبدا احط على وشي قدامكم هم زي ما انتم ما شايفين. اول مره طبعا فيديو مختلف. فيديو الماسك طبعا قلت مش خساره في اخواتي وحبايبي ومتابعيني بمناسبه العيد الكبير يا احلى اخوات في الدنيا. قلت بمناسبه العيد لا اطلع اوري السر بتاعي لحبايبي اللي كل الناس بتسالني انت حاطه ايه. قسما بالله ما بحط اي حاجه في وشي. انا مجرد ما بعمل بس الماسك ده يا اخواتي اكني حاطه كريم اساس، حاطه بودره، حاطه بانكيك، حاطه الحاجات اللي بتفتح البشره. لكن بالعكس انا ما بحطش اي حاجه زي ما انتم ما شايفين. ده سر من اسراري. طبعا هوزع كل الكلام الجميل زي ما انتم ما شايفين. حطي تحت عينيكي انت حاطه حاجات طبيعيه، مش حاطه اي حاجه يعني هتضرك. شوفي بس الفرق بعد ما تغسلي بشرتك، من الفرق من دلوقتي لغايه ما هحطه في وشي وينشف في وشي. وبعد ما ينشف اقول لكم هعمل ايه يا احلى اخوات في الدنيا زي ما انتم ما شايفين. طبعا انا وزعت كله قدامكم اهوت شايفين. وزعت تحت عيني وفي وشي وفي مناخيري وفي زي كل حته في وشي وزعت فيها. وزعي ما تخافيش. دي طريقه صحيه وطريقه جميله والله العظيم. طريقه بصي انتوا كلكم هتدعوا عليها، هتدعوا لي عليها يعني. هتقولي كتر خيرك يا مدام على الوصفه الجميله. عاوزه بقى دعواتكم وعاوزه الكومنت الجميل واللايك الحلو. عشان طبعا انا قلت لكم الايام اللي جايه في فيديوهات مختلفه. كل الفيديوهات اللي عندي هنزلها لكم يا احلى اخوات في الدنيا. طبعا انا قلت ما استخسرش في اخواتي وحبايبي وبمناسبه العيد. يلا بقى اعملي بقى الوصفه ديت وجربيها وقولي رايك فيها. هتدعوا لي جدا جدا جدا. شبعي بس وشك من الماسك دوت وسيبيه ينشف. عاوزه اقول لكم كل اللي هيشوف وشك هيقول لك حاطه ايه في وشك. طبعا كله هيسالك زي ما كانوا بيسالوني حاطه ايه حاطه ايه. هو ده اللي حاطاه يا اخواتي. ما بحطش اي حاجه اي حاجه قسما بالله غير دوت. وشي طبيعي جدا جدا جدا. عمري ما حطيت اي حاجه في وشي. عمري. بطلع بطبيعتي معاكم. بصي كل فيديو بطلعه معاكم، كل لايف بطلع معاكم بطبيعتي. فده يا حبايب قلبي السر بتاعي. يلا بقى جربوا الحاجات الجميله ديت. اللبن ده لوحدك تحطوه مش عاوزينه خلاص. يعني مش اساسي يعني. بس احنا بنضيفه كوصفه. بنكمل فيها الحاجات اللي هي الطبيعيه. تمام. شايفين انا بس مجرد ما حطاه وشي بيلمع ازاي اهو شايفين. انا مجرد ما حطاه وشي بيلمع اكني بصوا حاجه جميله. انتوا طبعا شايفين المنظر مش محتاج اتكلم. الفيديو بيعبر عن نفسه. طبعا اوريكم بعد ما هغسل الكلام الجميل دوت. بعد ما ينشف اوريكم بعد ما ينشف هعمل ايه فيه. وبعد ما اغسله انتوا طبعا كلكم هتشوفوا الفرق. وكلكم هتكتبوا له في الكومنتات على الوصفه الجميله ديت. وهعمل لكم وصفه تانية طبيعيه جميله للي مش عنده قوطه او مش عنده خميره او مش عنده الحاجات اللي زي كده. وصفه تانية جميله جدا جدا يا حبايبي. طبعا ادي نشف زي ما انتم ما شايفين. هعمل ايه اهو. كل اللي انا اعمله انت ممكن تقومي تشطفيه وممكن عاوزه تدعكيه دعكه بسيطه في وشك دائري كده ادعكيها. بصوا انتوا مجرد ما تدعكوا انتوا كل هتلاقوه بصوا على الترابيزه هتلاقوه بينزل. بصوا انا كده بفركه قدامكم. افركي على قد ما تقدري. مش قادره ووشك حساس ما تفركيش. خشي اغسلي عادي هيبقى زي الفل ومية مية. شايفين انا مجرد بس ما فركته اهو بينزل. مش ولا بيتعب اي حاجه ولا الكلام. افركي بس كده وشك بطريقه بسيطه زي ما انت ما شايفه كده بنفس الطريقه ديت. شايفين المنظر. شايفين الجمال والحلاوه. صلوا على الحبيب قلبكم يطيب. قلت لكم الجمال والحلاوه عند مدى. بس اقوم اشطف وشي واوريكم الجمال والحلاوه يا احلى اخوات في الدنيا. صلوا على الحبيب قلبكم يطيب في الكومنتات يا حبايب قلبي. وهوريكم الفرق. هوريكم الفرق وانتوا ذات نفسكم اللي هتحكموا يا اخواتي. تمام. يلا بقى كله عاوزاه يقوم ينفذ الطريقه الجميله ديت. وقولوا لي ايه رايكم يا حبايب قلب ام دهب وكنزي اخواتي وحبايبي في الله. اللي مش هكبر غير بكم انتوا يا احلى اخوات في الدنيا. قلت مش هستخسر ايه في اخواتي وحبايبي. يلا بقى اقوم اغسل الجمال والحلاوه واوريكم الفرق. ايه رأيكم يا حبايب قلبي؟ بالله عليكم عاوزة تقول ايه رأيكم في شايفين الجمال؟ شايفين بشرتي اكني حاطة كريم اساس والله العظيم. طريقة جميلة جدا. بشرتك هتبقى ناعمة وخدودك هتبقى محمرة. وشك هيبقى اكني بصي صافي زي الاطفال كده. صافي وشك اكني عامل زي الحليب كده زي اللبن. شايفين طبعا الفرق قبل وبعد. طبعا الفيديو طبعا بيتكلم عن نفسه. مش محتاج ان انا اوصف كتير. مش محتاجه اتكلم كتير. كفايه انت تبقى وشك نضر وشك جميل وشك ناعم. وشك في وسط حبايبك واصحابك هتلاقي كله قسما بالله. اللي ما حد قالك وشافك قالك حاطه ايه في بشرتك
قولوا مدام أنتِ ما تعرفيش أي حاجة. يالّا يا اخواتي بقى نفّذوا الطريقة الجميلة، يا اخواتي وحبايبي في الله، عاوزة بقى الكومنت الحلو واللايك الجميل، وعاوزة رأيكم في الكومنتات، زي ما أنا ما قُلت لكم هابهركم لكم الفيديوهات اللي جاية، فيديوهات مختلفة، فيديوهات جميلة، يا أحلى عيلة وأحلى متابعين وأحلى اخوات. يالّا بقى قولوا لي رأيكم، وقومي نفّذي الطريقة ديّة بمناسبة العيد، يا أحلى اخوات وأحلى عيلة، أنا مش هاكبر غير بيكم أنتم، يا أحلى متابعين. بس عاوزة تفاعل مع الفيديو، حبايب قلب أم دهب الناس الجميلة. يالّا بقى دعوة حلوة من قلبكم ليّا، يا أحلى عيلة وأحلى اخوات. يالّا بقى جرّبي ونفّذي، قومي بسرعة وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، يا رب تعود عليكم الأيام بخير، يا رب بيوتكم كلّها تبقى مستورة مليانة بالعمار يا رب، يا رب يجعلكم كلّكم مستورين بحق حبّك النبي وحبّك المصطفى. يالّا أقول لكم بقى توحشوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي.